جاء اليوم يا إخواني، وهذا هو العهد اللي جاي أقوله لحضراتكم. جاء اليوم اللي احنا بنصنع في بلدنا، نصنع لها صفوفا فاعلة مؤثرة، صفوف تتخذ قرار، صفوف يتخاف منها. انتوا لو رجعتوا للخرائط لما تروحوا اتفرجوا على خليج العقبة، عامل زي الترعة الصغيرة، والله العظيم زي ترعة. من غير خليج العقبة ما يبقى مؤمن لليهود، اليهود يتخنقوا ويموتوا، لأن ده الشريان الوحيد اللي يعرفوا فيه يصدروا لإفريقيا المتخلفة. إنما من غير ده ما يعرفوش يوصلوا لإفريقيا، وهيصدروا إيه يعني لأوروبا وأمريكا؟ ما قدامهمش غير الترعة دي. عارفين الترعة اللي اسمها خليج العقبة دي؟ له المصريين قعدوا بس على الشط كده، المدنيين، مش جيش ولا حاجة، مش جيش ولا، بس المدنيين سمح لهم يبقوا موجودين بحرية في هذا المكان. يموت اقتصاد إسرائيل فورا، لأنه أي سفينة بقت في خطر عليها، وهم عارفين كده. ولذلك أنا بزعل قوي أما يجي لي في الأسئلة دي واحد يقول لي بس إحنا خايفين على بلدنا لما يجي لها رئيس بدأن يحصل حصار، ولا يحصل حصار. إيه يا ابني حصار؟ إذا كانوا ما عرفوش يستمروا في حصار غزة لما قامت أحداث 25 يناير، جريوا يصالحوا حماس والسلطة الفلسطينية بسرعة عشان مصر اتحركت. مش عارفين يحاصروا غزة، عارفين إن لو البلد واقفة على رجليها رجالة بصحيح، هم اللي ركابهم هتسيب، واحنا مش هنحاربهم، مش هنحارب. هو احنا انتوا بتنتخبوا رئيس للأبد ولا 4 سنين؟ بنتكلم عن 4 سنين ما نلحقش. احنا بيوتنا مفتحة، لازم نركب للابواب والشبابيك حديد ونحمي ظهرنا. احنا تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يعرف كيف يعد. إنما هم بمجرد ما قامت الثورة في مصر ما قدروش يحاصروا غزة. تقول لي هيحاصروا مصر؟ انت عارف خليج العقبة ترعة تمر بالأراضي المصرية، والناحية التانية الأراضي السعودية، وديكوا شايفين السعوديين هناك بيعانوا من وقفتهم في سبيل عقيدتهم قد ايه. حتى الحكم السعودي بيعاني منهم. والبحر الأحمر كله، الناحية دي السعودية واليمن، والناحية دي مصر والسودان. هم فاهمين كده. إذا كانوا ما كانوش قادرين يقفلوا الأنفاق اللي بتوصل بين سيناء وغزة، مش قادرين يقفلوا نفقين 3 على قد غزة، هيقدر يحاصر مصر؟ ده حاصروا غزة بحسني مبارك، ما عرفوش هم يحاصروا غزة. مش ممكن يحاصرونا إذا كنا نعرف بس نقف على رجلينا. إنما هو يتمنى أن أنت اللي بإيدك يوم ما تروح تنتخب رئيس جمهورية ولا حكومة، أنت اللي تجيب اللي يحاصرك بإيدك. أنت بنفسك تروح تختار اللي هيحاصرك من أصحاب العلاقات بهم عشان يبقى منه فيه. وساعتها ابقى قابلني لو سمح لك أن ترفع رأسك. وأنا والله أظن يا أخي، بلاش على ديني، أظن على كرامتي أمام ابني، إن يتقال أبويا كان مغفل يومها وسلم البلد من جديد، فاحتفلت إسرائيل بمن انتصر في الانتخابات.